تحركات مفاجئة في الأهلي ورد مفاجئ من أحمد عبد القادر على إنباء توقيعه للزمالك وصفقة خارج التوقعات في الأهلي. غادر أشرف داري مدافع الأهلي معسكر منتخب بلاده بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في العضلة الضامة خلال مشاركته الأخيرة مع الفريق أمام بيراميدز في الدوري الممتاز. وبحسب تقارير مغربية يحتاج اللاعب إلى فترة راحة وعلاج لا تقل عن 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن عدد من المواجهات المهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا. من المنتظر أن يعود داري إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لاستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وسط آمال بتجهيزه سريعا في ظل ضغط المباريات. في تطور آخر داخل القلعة الحمراء، استفسر وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي عن صحة ما تردد بشأن توقيع أحمد عبد القادر لنادي الزمالك. المصادر أكدت أن أحمد عبد القادر نفى تماما هذه الأنباء، مشددا على رغبته في استغلال الفرصة التي ينتظرها للعودة إلى التشكيلة الأساسية، خاصة بعد استئناف التدريبات تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس الذي عبر عن ثقته الكاملة في قدراته. الإدارة تفكر في فتح ملف التجديد للاعب بشرط إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة من خلال الأداء والانضباط داخل الملعب. عاد اسم أسد الحملاوي المهاجم الفلسطيني المحترف في صفوف نادي كاريوفا الروماني ليدخل دائرة اهتمامات الأهلي مجددا. صاحب ال 24 عاما يقدم أداء لافتا هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفا خلال 12 مباراة، مما جعله مرشحا بقوة للانضمام في فترة الانتقالات الشتوية القادمة. التقارير تؤكد أن إدارة الأهلي تدرس الصفقة بجدية، خصوصا أن التعاقد معه لن يتجاوز $1,000,000 في وقت يسعى فيه الفريق لتعزيز الخط الأمامي بأقل تكلفة وأعلى مردود.